ثانية واحدة بس ما تكملش فرجة، عايز بس اعمل تنويه صغير كده قبل ما تتفرج. الفيديو ده ما يناسبش كل العائلات ولا كل الاعمار، لان هو متصور في ووتر بارك، يعني مكان خاص بالالعاب المائية والشواطئ وكده. فطبعا شواطئ والعاب مائية يعني مايوهات، هتلاقي مايوهات قطعة واحدة قطعتين، وبعض القطع الحقيقة لا ترى بالعين المجردة. فكرة البوركيني يمكن لسه ما وصلتش للمكان ده، فانا حبيت انوه قبل ما تتفرج على الفيديو علشان خاطر لو ما بتحبش تشوف الحاجات دي او الموضوع ده بيضايقك، يبقى انا كده خلصت ذمتي من ربنا والفيديو ده مش عشانك. اما بقى لو الموضوع ده ما بيفرقش معاك خالص وممكن تتفرج عادي والموضوع ده مش بيأثر فيك، فاحب اقول لك ان انت هتتفرج على تجربة حلوة جدا. كوباية الشاي الحلو بتاعتك بقى، واعمل لايك لغاية ما المية بتاعتك تغلي، وتعالى بقى اوري لك الامريكان بيروحوا فين في الصيف وبيقضوا وقتهم فين. جاهز؟ ريدي؟ يلا نبتدي. حبة روقان بقى ايه قبل ما الصيف ما يخلص. المكان اللي احنا فيه ده اسمه اكواتيكا، وده مكان مشهور جدا في اورلاندو ومشهور في فلوريدا، يمكن من اوائل الاماكن اللي عملت حاجه زي الووتر بارك والحاجات دي والاكوا بارك. فتعالوا بقى نتفرج على الاجواء هنا عامله ازاي، ونشوف الناس بتستمتع ازاي في الصيف، بيعملوا ايه وبيروحوا فين غير البحر وكده. في اماكن تانية ممكن تروحها. اكواتيكا هي واحده من اقدم واجمل واهم الووتر باركس الموجودين في امريكا وفي فلوريدا تحديدا مدينه اورلاندو. والمكان ده هو تبع سي وورد. لو انتوا تعرفوا سي وورد، هو من اكبر واهم برضو الاماكن اللي بتقدم عروض خاصة بالدولفينز والحيتان والحاجات دي، غير احواض السمك الكبيرة جدا والالعاب. حاجات حلوة كتيرة جدا عملت لكم بيها فيديو وهعرضه لكم قريب ان شاء الله. لو انت تايه في اي حتة في اي وقت، هتلاقي في خرايط كده موجودة زي دي كده. دي خريطة بقى بتقولك انت فين بالظبط، يعني بتقولك انت موجود هنا، بتقول لك كل الالعاب اللي حواليك، تشوف بقى انه حاجه انت لسه عايز تزورها وتمشي ازاي. المكان بيبقى كبير جدا فمش هتقدر تعرف انت فين بالظبط، هتوه، هتفضل تلف حوالين نفسك. بصوا بقى الروقان اللي الناس فيه هنا. معاك العوامه بتاعتك طبعا بتاخدها من هناك، تمشي في حاجه اسمها ليزي ريفر كده، بيبقى فيه تيار ضعيف شويه، تقعد على العوامه وتأنتخ. المكان ده بقى تم افتتاحه في 2008، ومن ساعه ما اتفتح لغايه دلوقتي وكل يوم زواره بيزيدوا يوم عن يوم، وطبعا بالذات في الصيف لانه مليان العاب مائيه حلوه قوي ممكن ما تلاقيهاش في اي حته. وفي مكان كبير جدا مخصص للاطفال، بشوف العيال والكبار كمان قاعدين بيلعبوا فيه من كتر ما هو حلو. غير بقى حمامات السباحه اللي فيها الموج الصناعي، والشواطئ اللي فيها الرمله البيضاء الحلوه، ومطاعم وكافيهات ومحلات هدايا. يعني في كل حاجه ممكن تحتاجها علشان تقضي يوم حلو من غير ما تحتاج ان انت تخرج بره المكان ده. المشكله بقى في الالعاب دي ان انت لازم تستنى ساعه ولا حاجه عشان تاخد مكان وتعرف تلعب اللعبه دي. ناس كتيره جدا، فبتلاقي طوابير رهيبه، ناس واقفه ورا بعض، الموضوع بياخد وقت طويل. فلو عندك صبر اعملها، ما عندكش صبر بقى ايه، انزل بحر ولا اعمل حاجه ثانيه. لكن هي تستاهل جدا جدا. بص كميه بقى البشر اللي موجوده هنا، اعداد كبيره جدا. المكان ده بيعمل موج صناعي كل شويه، وبعد كده بيقف في ساعه هناك بتعد، وبعد كده بيرجع بقى كأنه حمام سباحة عادي. فطبعا ناس بتيجي اكتر في الوقت اللي بيبقى فيه الامواج كتير، تلاقي كله نزل على طول يلحق. ده واحد تاني برضه نفس الفكرة ونفس الموضوع. طبعا اعداد رهيبة، يعني الناس هنا بالالاف، فعشان كده عشان يقدروا يستوعبوا كل الناس دي لازم يبقى فيه اماكن كتيرة، يعني الناس تقدر تستمتع بيها، ما يبقاش مكان واحد والزحمه كتير عليه. عايز بقى تأجر حاجه زي كده، ممكن تأجر حاجه زي كده، ممكن تأجر حاجه اكبر شويه اللي هي الكابانا، بيبقى فيها مروحه وفيها كراسي وفيها ممكن تحط حاجتك، وبيبقى فيها شويه سناكس كده، فلطيفه برضو. بس يعني ممكن تكون اغلى. اللي عايز يوفر بيجي هنا. انت ما تدفعش حاجه، انت لو خدت الكراسي دي ببلاش طبعا، والشمسيه انت دافع اوريدي الفلوس بتاعتها بس. وتفضل قاعد بقى ايه، يا تنزل شويه، يا تتفرج شويه على الناس، يا تلعب مع ولادك. يعني بيبقى عندك فرصه حلوه. الجو نار، وطبعا الناس كلها النهارده موجوده لان الجو صعب جدا.
هنا بقى لو عايز تشيل الشنط بتاعتك او اي حاجه جايبها معاك، الفوطه، الميه، اي حاجه، بتيجي في مكان زي ده لوكرز، تدفع فلوس، تأجر زي خزنه كده وتسيب حاجتك فيها لغايه ما تخلص اللعبه بتاعتك وترجع لها. لو تعبت من الميه اللي عليك وعايز تنشف نفسك، بص هتيجي على الجهاز ده. الجهاز ده بينشفك، تخش تدفع هنا بالفيزا بتاعتك، تلاقي بقى الجهاز بيطلع من كل حته هنا هوا، تتنشف زي ما انت عايز وترجع زي الفل. المكان ده عشان تحجز بقى فيه تذكره بتدفع تقريبا $75 للفرد، غير بقى التاكسز، غير ان انت بتدفع الباركينج بتاعك اللي هو بتاع العربيه حوالي $35، غير لو عايز تدفع اللوكر، المكان اللي انت بتحط فيه الشنطه بتاعتك وكده، ممكن يبقى في حدود $45. لكن عشان توفر فلوس بقى انت ممكن تعمل انيوال باس او في حاجه اسمها الفان باس. الانيوال باس ده بيبقى عندك 12 شهر بتيجي فيهم، تدفع مبلغ معين وبتيجي بقى زي ما انت عايز ان شاء الله كل يوم. فطبعا ده بيبقى اوفر كتير. لو انت عارف ان انت بتحب الاجواء دي وكده، ده اكيد وبالذات في الصيف هيبقى اختيار حلو جدا، يوفر عليك ان انت تسافر او تروح اماكن بعيده عشان بس تصيف. وفي نفس الوقت كمان المكان ده تبع سي وورلد، فانت لو عملت الانيمال باس هنا ممكن كمان تعمل مع سي وورلد وتاخد خصم كبير، فبتفرق معاك ان انت ممكن كل اسبوع كل اسبوعين تغير المكان، ما يبقاش بس مكان واحد. غير بقى ان انت بتشوف احياء مائيه هناك في سي وورلد وحاجات تانية هبوريها لكم في فيديو تاني.